هلا وحبايب، شلونكم؟ شنو اخباركم؟ يا رب الكل بألف خير. اليوم راح اسوي لكم كاهي. اخر فيديو سويت لكم بطريقة القمر العراقي، واليوم طريقة الكاهي العراقي الطيب اللي كلش هواية طعمه لذيذ وطيب وما يتفوت. عندي هنا 3 كوابة من الطحين، ملعقة أكل من السكر، وملعقة شاي صغيرونة من الشاي. وراح نحتاج مي للعجن، المي حسب العجن مالتنا. أول شي راح أخلط السكر اللي عندي إياه ويا الملح ويا الطحين مالتنا. الطحين الأبيض طبعا، اللي هو متعدد الاستخدامات، اللي نفسه نستخدمه للخبز الأبيض أو للصمون نفسه. نحط شوية شوية من المي، وبعدين أنا طبعا راح أعجنه على المرمر مالتي لحد ما يصير ويانا عجينة لينة مثل ما هسه راح تشوفون. أحب أول شي بس هيجي يعني أخلطه ويا شوية مي، بعدين يبدي العجن القوي مالت هاي العجينة. كمية المي طبعا تعتمد على نوع الطحين اللي عندكم إياه. أنا هاي ال3 كوابة تقريبا أخذت وياي 2 كوب مي، وتعتمد على انتو نوع الطحين اللي عندكم اياه ونسبة الجلوتين اللي بيه. راح اظل اعجن بيها كلش زين لحد ما تتماسك عندي ويبطل بيها تلزيق على الايدين. لو تشوفونها حتلزق هي على الايدين، بس احنا نظل نعجنها ونضيف مي لحد ما تصير قوامها مثالي وممتاز. راح تحسون اذا ضفتوا مي حتحسوها شوية بيها هيجي تتلزق هيك بالايدين. هسه راح تشوفونها، ارفع لكم اياها للعجينه تشوفونها. بس هو هذا جدا عادي، من رد ترجعون تعجنوها بعد 2-3 وراها. انا هذا الفيديو مسرعت لكم اياه حتى تشوفون بسرعه شلون طريقه العجن مالتها، وما ردت افوت لكم اي جزء من عتها، لان هي هاي اهم شيء بخطوات تحضير الكاهي، انه العجينه تكون عجينه لينه كلش هوايه، بس بمجرد طحين أو والمي، يعني ما راح نحتاج لها أي شيء. شوفوها بعد بيها الهاي التلزيقة مالت الطحين اللي هو مال العجين، يعني نظل نعجنها لحد ما تصير أبدا ما تلزق بالإيدين. لو حابين تسوونها بماكينة العجن براحتكم، أو تعجنوها مثل ما أني أعجن بالإيدين. أني عجينة الكاهي صراحة أحب أسويها بإيدي. هسه راح اجيب هيجي ماعون عندي او صحن، اخلي بيه زيت نباتي، الزيت النباتي العادي مالتكم، واقسمها اني هاي العجينة ل8 اقسام. كل قسمين راح يسوون كاهياية وحدة. راح نسويهم شنق كلش صغيرونات ونحطهم بهذا الصحن اللي بيه زيت النباتي. طبعا العجينة أنا من سويتها من عجنتها ما خليتها ترتاح، راح نعوفهم هسه يرتاحون بهذا الصحن بالزيت. يعني نسويهم كرات متساوية الحجم، 8 قطع أو حسب الحجم اللي تريدون. إذا تريدون الكاهيات صغيرونة مالتكم تقدرون تسوونه أكثر. هذولا صاروا 4 كاهيات عندنا، لأن كل 2 مثل ما قلت لكم يسوون كاهية. هاي بعد مرور ساعة خليتهم يرتاحون تماما. كل ما ارتاحت أكثر كل ما انمدت بسهولة كلش هواية وياكم. خلينا نشيل المحبس على مود نقدر نمدها كلش زين. طبعا عجينة الكاهي ما تنمد بالشيبك أبدا، بس آخر شي بالمدة الأخيرة اللي هسه حتشوفونها تنمد بس بالإيد. نمدها بالإيد وهيك أثبتها على أطراف المرمر مالتي. وأنا جايبة شوية زبد مذوبته، هسه تشوفون وين راح أحط الزبد بين الطبقات. هسه سويتها هاي أول وحدة بيهم، واستعين دائما بالزيت على مود أمدها بسهولة. كل ما كانت العجين مالتكم مرتاح كلش زين تنمد هواية بسهولة، ونتيجتها كلش هواية حلوة، تصير مورقة وياكم الكاهي مالتكم. راح أحط شوية زبدة، وبعدين أجيب الطبقة الثانية اللي فردتها وأحطها فوقاها عادي مقطعة عادي ممزقة براحتكم، خلوها عليها ماكو أي إشكالية، لأنه كلها راح تنلف كلها على بعضها آخر شي وماكو شي راح يبين بيها. وهاي طبعا الطبقة اللي الثانية هاي اللي راح تصير للبطن مالتها ما راح تبين. بعد ما خليناهم وحدة فوق الثانية وبيناتهم الزبد نمتهم بهاي الطريقة، بهاي الحركة نمتهم. طبعا تصير من خف الورقة. نطبق الجزء الأول
بعدين نطبق الجزء الثاني بعد ما نضيف شوية زبدة، نضيف شوية زبدة بعد، ونطبق الجزء الأخير مالتنا. راح تصير على شكل مربع، نعوفها ترتاح لمدة 40 دقيقة على جهة. هسه راح نسوي الثانية. هاي مديت أني الطبقة مالتي الأولى والثانية وخليت عليهم زبد بيناتهم وفوقاهم زبد بعد، أو شوفوا قياسها يعني تصير شبرين وفتر يعني كبيرة. فكل ما كانت أكبر كل ما كانت أرق كل ما النتيجة مالتنا تخبل. حطوا زبد قد ما أنتوا تحبون، أنا أخلي على مرحلتين 3 هيجي. وإذا عجبكم الفيديو لحد هسه يا ريت تضغطوا لي على لايك وتشتركوا لي بالقناة إذا لهسه ما مشتركين بيها، وفعلوا كلش هواية ضروري الجرس على مود أي شيء أنزله جديد يوصلكم أول بأول. هسه جبت صينية الفرن مالتي، الفرن مسخنته أني، راح أحط بيه هسه الكاهيات مالتي. الكاهي ما راح نحطه هيجي، نجيبه وهسه نفرده بالشيبك. أنا قلت لكم راح نفرد بس بمرحلة واحدة اللي هي هاي المرحلة. طبعا شنو تكون بهاي 40 دقيقة ارتاحت كلش هواية وصارت هواية لينة، بحيث بس تخلون عليها الشيبك راح تنفرد وحدها وياكم. لو حابين تحطونها أكثر حطوها أكثر، يعني ترتاح. إذا تريدون ساعة حسب وقتكم أنتو، أنا خليتها ترتاح 40 دقيقة. أخلي عليها هسه الشيبك، طبعا كلش تكون لينة وحلوة. وعلى فكرة هاي الكاهي اللي تسوونه بالبيت طعمه هواية أطيب من مالت السوق، لأن أنتو عارفين شنو الزبد اللي أنتو مستخدمينه. الزبد إحنا نكون مستخدمين أطيب نوع بحيث تطلع ويانا الكاهية أطيب طعم. حطيت كاهيتين بالصينية، الصينية مالتي صغيرة مالت الفرن الكهربائي. هسه راح أدخلهم للأوفن. هاي بعد 5 دقائق الأوفن مشغلته من فوق ومن جوا، 5 دقائق تنفخ. هاي بعد 8 دقائق تشوفون صار اللون ذهبي وبدأ يقلب على ذهبي. طبعا رأسا تنفتح وياكم تصير طبقات، ما تأخذ أبدا وقت لأنها مرتاحة هواية وطبقاتها رقيقة جدا. هاي بالضبط بعد 10 دقائق كاملة بالأوفن صارت لونها ذهبي ويخبل، أو طبعا ذهبية من جوا ومن فوق، ورقائق الكاهي رفيعة كلش هواية، وطعمها وريحتها تهرسل المطبخ. طبعا الريحة ما دا أحكي لكم عن الريحة بديعة وياها. طبعا تدرون انتو الكاهي بالعراق ناكله ويا شنو؟ ناكله ويا جيمر. الجيمر العراقي سويت لكم اياه باخر فيديو، راح اترك لكم الرابط بصندوق الوصف مالته. شوفوا الكاهيات شلون هيك مرقة، طبعا كانت حارة فبس سرعت على مود اقص لكم اياها. وشوفوا الطبقات مال الكاهي اللي تخبل، تجنن ورقيقة جدا هواية وريحتها تجنن. أنا راح أخلي وياها شوية جيمر بالماعون، وسويت شيرة خفيفة وحاطت لها هيل على مود نكمل الطعم البديع مالت الكاهي والجيمر. يا رب إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم ونال على رضاكم. وهاي راح اراويكم هسه احنا شلون نخليه بالعراق، نخلي الكاهي ويا جيمر. طبعا هاي الجيمر هواية على هذني الكاهيتين، بس حبيت اراويكم وياه ونخلي عليه شوية من الشيرة الخفيفة مالتنا. الشيرة اذا وياها هي صدق طيبة ويا الكاهي، صدق يعني تسوي هم وياه طعم. هذا هو الشكل مالته، يصير بيه لمعة للكاهي لما نحط عليه الشيرة. أو لازم طبعا استكان شاي، بس ما لحقت أسوي وياهم استكان شاي مهيل ويا كاهي وجيمر. هذا يكون أطيب ريوق عراقي ندلل بيه نفسنا إحنا العراقيين. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال على رضاكم، وكتبوا لي بالتعليقات شنو رأيكم بهذا الفيديو. وإذا عاجبكم أسوي لكم أي أطباق عراقية أو عربية أو غربية كتبوا لي بالتعليقات، وإن شاء الله أسوي لكم إياها بالفيديوهات الجاية. ومع السلامة، إبداعات الله وأمانة. باي باي.